محمد، المولد النبي. اي. اليوم نشوف الصوفية دائما يعملون مواهب. يعملون مولد النبي، صح؟ اي. وهناك رقصات معينة. شنو هاي؟ طبعا احنا كل موضوع اذا نجي عليه نلاقي له تاصيل بالتاريخ الاسلامي. مثلا المولد نعم. في زمن الرسول له الجذور، لكن الاحتفال بالمولد يعني حدث فيما بعد. اول من احدث يعني المولد انه صلاح الدين الايوبي في القرن السابع الهجري اهتم بالموالد النبويه، لان كانت هناك حروب صليبيه، فكان المجتمع يحتاج الى الحماسه والى الاناشيد والى المديح. وكان البوصيري صاحب كتاب قصيدة مولاي صلي وسلم يكتب لاستنهاض همم الشباب حتى يواجهوا الصليبيين اللي مضبوط. احتلوا القدس. ف يعني وبعده بعد صلاح الدين الايوبي الملك المظفر حاكم اربيل يعني كان يعمل مولد ضخم على مستوى مدينه كامله 3 ايام يعمله، يصرف عليه 300 ألف دينار في ذاك الوقت. ويدفع للصوفيه والهذا. فمن ذاك الوقت هو المولد موجود، والرقص الصوفي ايضا له جذور بالتاريخ الاسلامي.